أمطار الخير، غير أن موجة البرد والصقيع التي تجتاح المنطقة خلال هذه الأيام جعلت التربة تتيبس شيئا فشيئا، أمر يقلق الفلاحين والمزارعين. الشمال واحد الأرض اللي هي قاصحة خصها دائما تكون فازقة بالشتاء. حنا الشتاء وقف عندنا هذه مدة والبرد أثر على الأرض ولات قاصحة من الفوق، ولات تسمى كما كنقولوا حنا جبيرة، ولا الزرع ما خلاتوش يطلع بواحد السرعه، ولا الزرع واقف وتحنش ورجع لتحت. تحت السمره هذه الجريحه هذه ما خلات حتى حاجه عندها. راه كتشوف هذه المنطقه كيفاش راه لابد خصها شويه ديال التشجير باش كتكون شويه تكالي على هذه البرد هذا، حقاش مع هي عاليه كيحكمها البرد مزيان. هذه المنطقه هذه كنديروا حنا الشعير وفارينه ولا الاكثريه كنبازيو على بزاف على الكسيبه. مربو الأغنام بالمنطقة بدورهم يشتكون قلة المراعي الخصبة بعد تأثر التربة بموجة البرد، أمر زاد من صعوبة الرعي في أراضٍ لم تجد فيها الأغنام ما يكفيها من الكلاء. راه ما تاكل كسيبة من الكوري، كتضرب الدورة ترجع عند الكوري، الجريحة قطعة الربيع والتراب بحال إلا درتي السمة الفلاحة في الله، وما الكسيبة كل ليله خصها تاكل. الكسيبه دابا راه تنديوها تنخليوها بالكوري، تنخرجوها لهنا تدور شويه عاود نرجعوها للعلب. 15 قطر ديال العدير والو. منطقة أيت سيبرن معروفة بجوها البارد شتاء وبتربتها السريعة التأثر بالبرد والصقيع، إلا أن الفلاحين والمزارعين دأبوا دوما حرث وزراعة أراضيهم، وعيونهم خلال هذه الأيام تترقب ما ستجود به السماء من غيث.